يلا نعمل الكباب التركي، ومش اي كباب، ده احلى كتير واجمل من الكباب التاني. يلا نشوف هنعمل ايه. كباب يا جماعة، يعني كفتة. الكفتة بالطريقة بيبقى عملنا كمان هنا في نفس الفيديو، بس انا قسمت لكم الفيديو علشان ما يبقاش طويل عليكم. دونر الفراخ مش اللحمة. تمام. بس هنا احنا دلوقتي هنبدأ بالكفتة، الكفتة التركي او الكباب التركي، بس هنعمله في الصينية. عندنا هنا حطينا اللحمة بتاعتنا. هنحط بقى كده حتة من الدهن، يعني 20% دهن تقريبا. هننزل بقى بالتوابل، بابريكا مدخنة وفلفل وملح وتوابل بقى، كل التوابل بتاعتنا الجميلة. حبهان وورق لورا بودر، وطحناها بقى بالشكل دوت. توم بودر وبصل بودر، كل التوابل اللي متعودين عليها. كنت انا طحنة بقى البصل. تمام. وفلفل الوان، فلفل الوان بالشكل دوت، وطحناهم مع بعض بنفس التوابل. توم بودر وبصل بودر وملح وورق لورا وحبهان. وهبدأ ان انا اطحن بالشكل ده. معلقتين بقى من الزبادي. هبدأ ان انا اخلط الخليط كله، هفرمه ناعم جدا في الكبة بالشكل ده. نزلت بقى بالكمية كلها، انا كنت عاملة الكمية على مرتين عشان الكبة يعني ما تسخنش. هبدأ اخلط المكونات فرما ناعما جدا بهذا الشكل. تمام. شوية كده من الزيت، نلم العجينة بتاعتنا، شايفين ناعمة جدا. صينية بقى مدهونة زيت، وهبدأ ان انا احط جزء من الكمية دي، وهبدأ ان انا اوزعها في الصينية. طبعا هدهن ايدي زيت عشان التلزيق، وهبدأ ان انا اوزعها بالشكل ده. يعني اخلي السمك بتاع، نسيت اقول لكم يا جماعة على فكرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر لازم. تمام. وهبدأ ان انا اخد اللي في الصينية اجزعها بقى بالشكل دوت، اعملها بشكل عمودي. تمام. بالنسبة للخضروات اللي انا طحنتها، الفلفل الالوان انا عصرته، اخدت المية بتاعته وحطيت عليها كاتشب ومستردة وصوص الباربيكيو، وقلبته بالشكل ده مع التوابل بتاعتي اللي حطيناها في الكفتة. طلعت معايا بقى بالشكل دوت. وهدهن الوش واحطها في الفرن. شغلت عليها الشوايه شويه مع اللي تحت، وطلعت بقى بالشكل دوت، بس هي كشت شويه لان نسبه الدهون فيها كانت عاليه شويه. تمام. بس طلعت طعمها رائع. طبعا عملت لها هنا، انا كنت عامله الدونر الفراخ، عملت بقى فحمه، وبدات ان انا اعمل السلطه بالشكل ده. عملنا السلطه بتاعتي وعملنا الصوص. عملنا صوص الباربيكيو، عندي مستردة، عندي مايونيز، عندي زبادي، طحينة، وبدأت أحط عليها التوابل وهقلبها قلب قلب، وهيطلع أحلى صوص مشويات اللي متعودين نعمله كل مرة. زيت زيتون بقى، ونقلب كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، طعمه رائع. فحمة بقى كده، وهنبدأ نغطي. وكلي بقى أحلى دونر وأحلى كفتة تركي أو كباب تركي من إيد أم صهيب. وادعوا لنا وما تنسوناش بالدعاء. هنعمل بقى الساندوتش بتاعنا. هنا كان عندي عيش سوري، وممكن العيش الشامي يعني العادي خالص، ممكن عيش بلدي، مفيش أي مشكلة. حطينا هنا الدونر بتاعنا. طبعا الفيديو بتاع الدونر الفراخ انا يعني هنزله ان شاء الله بعد الفيديو دوت. لما ينزل هنزل الفيديو التاني عشان ما يكونش طويل عليكم. طلع بقى احلى ساندوتش بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. شايفين ده الكفتة، وده دونر الفراخ، حطينا معاه الفلفل المشوي. بسم الله ما شاء الله.